السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بقول لك ايه، حق ربنا ما نفسكش تسافر دوله من دول الخليج تجمع لك قرشين السعوديه ولا قطر ولا الامارات، بس مصاريف السفر ولو هتسيب الحاجه والحاجه لوحدهم كلها مشاكل. انا جاي النهارده عشان احل لك كل ده. جايب لك منصه هتخليك تشتغل في كل دول الخليج وانت قاعد في مكانك من غير ما تدفع ولا مليم. من خلالها هتقدر تعمل موقع الكتروني كامل تقدر تبيع عليه منتجاتك او حتى المنتجات اللي هم موفرينها على الموقع بتاعهم، وهيوفروا لك ثمن المنتج وشحنه وتحصيله، وتاخد انت فلوسك على الجاهز في الاخر خالص. كل ده وانت في مكانك. المنصه دي هي منصه دروبيفاي، ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. ركز معايا جدا في الفيديو ده علشان انا متاكد انه هيفرق معاك جدا وهتستفاد ان شاء الله. فيلا من غير كلام كتير، قبل الانترو تبدا انزل روح عليا بلايك واشتراك جميل في القناه، وهات كوبايه شاي بتاعتك عشان تروق، وتعالى لي علشان نبدا الفيديو. بص يا سيدي، علشان تخش على منصة دروبيفاي ونبدأ نشرحها واحدة واحدة مع بعض ووضح لك كل المميزات اللي فيها وهتنبهر منها فعلا، ابدأ اخش على جوجل كده وابدأ اكتب كلمة دروبيفاي او خش على اللينك اللي تحت الفيديو واللي هبقى سايبه لك اما في صندوق الوصف او في اول كومنت، علشان عامة هتاخد منه هدية حلوة جدا لما تخش عن طريق اللينك، وهوضحها لك واحنا شغالين بنشرح مع بعض. تمام؟ المهم هنخش على دروبيفاي، واول ما تخش هتلاقي فيه كده زرار من فوق تقدر تخلي المنصه كلها باللغه العربيه عشان يبقى الموضوع سهل ولذيذ بالنسبه لك وتقدر تشتغل بسهوله. بعد كده نضغط على زرار ابدا الان علشان ندخل الداتا بتاعتنا، واللي اول حاجه فيها نبدا نكتب اسم الموقع بتاعنا. فانا مثلا هسميه مهدي ايدياز ستور مثلا، ده هيبقى اسم الموقع بتاعنا اللي احنا هنبيع عليه. وبعد كده تدخل الايميل بتاعك، وبعد كده عندك رقم التليفون. هنطلع فوق كده علشان نختار الكود بتاع مصر، نطلع عند مثلا حرف الاي كده هنلاقي فيه ايجيبت هنا، تدخل رقم التليفون بتاعك وبعد كده الباسورد وتضغط على زرار ستارت ناو. ماشي، بص هنا بيقول لك قولني يوز الفابيتيكال ليترز، يعني غالبا ما ينفعش اعمل مسافات، فخلينا نجرب نمسح المسافات اللي هنا دي. وبعد كده نضغط على زرار ستارت ناو تاني ونشوف ايه اللي هيطلع. اهو اشتغل معايا فعلا، وهي كويس انها حصلت معايا علشان تبقوا عارفينها ما تقعوش فيها. ودلوقتي بعت لي ايميل على الجيميل بتاعي، هروح اجيب الكود بتاعه واكتبه هنا. وبعد كده هيطلب منك كلمات اساسيه زي اسمك والعنوان واللغه اللي انت عايز بيها الموقع بتاعك، نبدا نكتبهم. وبعد كده عندك الزيب كود هنا، لو انت بس كتبت اسم المنطقه بتاعتك بعدها كلمه رقم بريد هيقوم طالع لك كود على طول، خده وحطه هنا. جميل. بعد كده عايزين الموقع بتاعنا باللغه العربيه وسيبه بالعمله بالدولار عادي، ممكن نغيرها بعد كده. وهنضغط بعد كده على زرار سيف اند كونتينيو، وبعد كده هيبعت لك كود على رقم التليفون بتاعك عشان يتاكد من ملكيتك ليه. هنكتبه هنا وبعد كده نضغط على زرار سيف اند كونتينيو. هتلاقيه بعد كده دخلك على الخطط بتاعه الموقع، واللي هتلاقي فيه منها بفلوس ومجاني برده. ومجاني على فكره على طول، مش هقول لك مثلا لمده كذا بعد كده تضطر تدفع. انت لو عايز تفضل على الخطه المجانيه على طول خليك على الخطه المجانيه. هتلاقيه بس مقيدك فيها مثلا بعدد منتجات، كميه ارباح، عدد الناس اللي ممكن تساعدك في الموقع، انما غير كده مش هيبقى فارض عليك اي حاجه خالص. ده حتى مديك دومين مجاني. تمام كده؟ خلينا نختار الخطه المجانيه، اضغط عليها تشوز بلان. عندك بقى الموقع الاساسي، يعني دي الداشبورد بتاعتك انت. طبعا عايزين نشوف الموقع بتاع العميل شكله عامل ازاي. هنفتح هنا كده هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده. ده الموقع بتاعك مجاني 100%، ومتضاف عليه منتجات، شيلها وحط اللي انت عايزه. وهنبدأ نشتغل على ده واحدة واحدة مع بعض واريك ازاي تعمله عشان تكسب بقى من الخليج وريالات ودراهم وتروح على حالك. خش معايا بقى نرجع تاني للداشبورد. هتلاقي من عندك من الجنب هنا اول حاجة الصفحة الرئيسية او بيسموها الداشبورد. دي عندك الحاجات الاساسيه، تحاليل كده عشان لما الناس تبدا تخش على الموقع بتاعك تبقى فاهم الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. احنا طبعا عايزين اول حاجه نبدا نضيف منتج. هنيجي هنا على الجنب من المنتجات ونضغط على زرار اضافه منتج جديد، ممكن من هنا وممكن برده من هنا. جميل. اضافه منتج جديد، هتلاقي جايب لك اول حاجه هنا رابط المنتج. هتبدا تكتب اسم الحاجه اللي انت عايز تضيفها. انا وليكن مثلا عايز اضيف دلوقتي احذيه، فابدا اكتب كلمه شوز. لو انت عايز تبدا تخصص بعد كده مع نفسك يعني تفاصيل بقى اكتر، هتبدا تضيف حاجات زي دي عادي، مفيش مشكله يعني. اسم المنتج بتاعنا برده وليكن مثلا هسميه شوز. احلى حاجه هنا الموقع بالعربي، يعني ده مش بلاقيه في اي حته تانية اصلا. موقع بالامكانيات دي ما فيهوش اي مشاكل وبالعربي، دي حاجه مريحه جدا، مش هتلاقي كده اصلا يعني. تمام. بعد كده عندك هنا التصنيفات دي اللي هي ايه؟ لما نرجع الموقع بتاعنا هتلاقي في تصنيفات اللي هو 1 2 3 4 اللي هو يعني الاقسام بتاعه الموقع بتاعك. هنغير الاسامي دي بعد كده هوريك هتعملها ازاي. بس وليكن مثلا هنختار تصنيف رقم 1 وانا هحطه في القسم رقم 1. تمام. بعد كده بيقول لك عايز ترسل الطلب بتاعك ده لسي او دي بارتنر. ده هعرفك ايه بقى سي او دي بارتنر ده اصلا هيتعامل عليه ازاي، لان ده اللي هيوفر لك البضاعه اللي انت عايزها في دول الخليج كلها. تمام. رمز تعريفي للمنتج، لو انت عندك اكواد معينه مكود بيها البضاعه بتاعتك. تمام.
ما عندكش خلاص اكتب اي رقم وابدا كود انت هنا على الموقع. عندك بعد كده السعر الحالي والسعر المقارنه، ده لو انت عايز تعمل سيل، وليكن انا هبيع الحذاء اللي انا هبيعه ده وليكن ب 150 جنيه وهو اصلا كان ب 250 او ايا كان بكام، عايز تعمل عليه عرض يعني. تمام. وبعد كده عندك هنا وصف المنتج، هتبدا تضيف وصف الحذاء اللي انت هتعرضه. تمام كده. بعد ما ضفنا الوصف بتاعنا، لو انت عايز تخلي اي حاجه مثلا بولد، عايز تكبرها، عايز تصغرها، تخليها مايله، الكلام ده كله كده شغال على وورد بمنتهى السهوله والسلاسه. تمام كده. وبعد كده عندك البرودكت تاج، يعني ممكن برضو ناخد اسم المنتج بالشكل ده ونضيفه هنا برضو. تمام كده. والوصف خلينا ناخد برضو الوصف اللي احنا كنا كاتبينه هنا ونضيفه تحت عشان عايز اوريك شكله بيبقى عامل ازاي في الاخر خالص. واخر خطوه ما ننساهاش هي صوره المنتج نفسه. هنبدا ندوس هنا علشان نختار المنتج اللي احنا عايزين نضيفه. هنختار مثلا الحذاء ده هنا وبرضو نختاره هنا كده. المنتج بتاعنا اتضاف بالكامل، الصور بتاعته اتضافت. اخر حاجه انا هقول له ان انا عايز المنتج ده يبقى ظاهر في الموقع بتاعي. خلصنا كده، هنضغط على زرار حفظ المنتج ونروح بقى نتفرج على شكل المنتج بتاعنا عامل ازاي في التصنيف اللي احنا اخترناه. اهو يا سيدي اتضاف المنتج بتاعنا بقى بالشكل الفظيع الفخم ده من غير ما نعمل مجهود ومن غير برمجه ومن غير اي حاجه. نضغط عليه. لو انت عايز تضيف صور كتير تقدر تضيفها هنا. ادي السعر كان 250 بقى 150. نضغط على زرار اضافه للسله، هتلاقي المنتج بتاعك اتضاف هنا. الموضوع بمنتهى السلاسه. خلينا نخش نغير مثلا شكل التصنيف ده، نكتبه مثلا احذيه بتاع حاجات زي كده عشان نخلي الموضوع اوضح وشكله لذيذ. فهتيجي يا سيدي على حته المنتجات دي نضغط عليها، وبعد كده نضغط على زرار الاقسام علشان نلاقي الاقسام هتفتح معانا اهو. التصنيف رقم 1 هنضغط على زرار تعديل علشان نسميه بالتصنيف اللي احنا عايزينه، وليكن هنسميه احذيه. وعايزين برضو نغير صوره الساعه اللي هو حاططها دي عشان نختار شكل الحذاء اللي احنا كنا ضايفينه هنا وهنا. تمام. نضغط بعد كده على زرار حفظ ونروح بعد كده نشوف شكل الموقع بتاعنا بعد ما غيرنا التصنيف بتاعه. نضغط بعد كده على زرار التصنيفات، هتلاقي فعلا احذيه اتضافت بقت بالشكل اللذيذ ده قدامك. تبدا تضيف بقى الاحذيه اللي عندك وهكذا. طيب بعد ما ضفنا المنتج، الموضوع مش كله منتجات. انت عايز تعمل موقع متقسم عليك كاستمايزد بالنسبه لك كده، يعني بالشكل اللي انت عايزه بالظبط. هل في حاجه زي كده ومن غير برمجه؟ بكل سهوله. هتيجي هنا اضغط على زرار حسن اللي موجود ده، وبعد كده نضغط على زرار صفحات المبيعات ونختار منها منشئ صفحة المبيعات، واللي هتلاقي نفسك قادر تنشئ فيه صفحات بمنتهى السهولة ومش لازم تبقى فاهم اي برمجة في الموضوع. فتح لنا اهو دول كام تمبلت قدامنا، 9 تمبلت. الاتنين دول فرنش بالفرنساوي، وعندك 7 كاملين بالعربي. تقدر تخش على اي واحدة فيهم ونبدأ نعدل فيها مع بعض. يعني مثلا خلينا في القالب ده، نضغط على معاينة القالب علشان نشوف شكله المبدئي هل بالنسبة لنا شكله حلو ولا لأ. يعني بص ده منتج تخسيس او ايا كان المنتج انت هتشتغل عليه يعني، بس بالنسبه لك كواجهه انا بالنسبه لي شايف ان شكله لذيذ. هنضغط على زرار ابدا بهذا النموذج عشان اوريك ازاي تعدل فيه. هتلاقيه بيقول لك هنا عايز الصفحه اللي انت هتنشئها جديده دي اسمها ايه. فانا مثلا وليكن هعمل قسم جديد مثلا على الساعات، فهسمي القسم ده ووتشز، وبرده هسمي العنوان الصفحه نفس الحاجه. وهنيجي هنا في المنتج ونختار مثلا منتج رقم 2. تمام. لحد ما نخش ونغير اسمه زي ما عملنا مع بعض. وبرده في اسم صفحه المبيعات هسميها برده وليكن ووتشز، وبعد كده نضغط على زرار انشاء صفحه المبيعات. هتلاقيه فتح لك القالب اللي احنا اخترناه مع بعض بالشكل ده، ومقسم لك كل حاجه لوحدها لما تقف عليها بالشكل ده. طب هو بعد ما قسمها لي انا كده بعدل فيها ازاي؟ برده مجرد انك هتقف على حاجه كده، وليكن الكلام ده عايزين نغيره، مثلا هنكتب ساعات ذكيه بالشكل ده. يعني مجرد ما وقفت على حاجه عارف تغير فيها بكل سهوله. يعني مثلا صوره الراجل قاعد ربنا يكون في عونه ويغث، لو احنا عايزين نغير الصوره دي مجرد ما نضغط عليها تعيين الصوره ونضغط على زرار تشوز فايلز ومنه نختار صوره احنا كنا منزلها اصلا على الجهاز وبس. يا سيدي مجرد ما نضغط عليها ونضغط على زرار اختيار، الصورة هتتحط معاك بالشكل ده. وبعد ما انت شفت هو قد ايه الموضوع سهل انك تقدر تعدل بنفسك وتخلي الشكل الصفحة زي ما انت عايز بالظبط، بس وليكن انت برضو راجل دماغك رايقة ومش عايز توجع دماغك وتتعب نفسك بالكلام ده كله. لو كلمت الدعم بتاعهم هيعملوا لك الصفحة اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه بالظبط بمنتهى السهولة. تمام كده. بس بغض النظر عن السهولة والحلاوة دي كلها، انا في اقوى من كده اهم من كده عايز اوريهولك، وهو المكان اللي هتقدر منه تبيع منتجات مش معاك وفي دول الخليج. خلينا نحفظ بس الصفحة اللي احنا عملناها دي. تمام كده. ونرجع علشان اوريك حاجة اسمها COD بارتنر، ونيجي في القائمة اللي في الجنب دي في حتة اسمها تطبيقات علشان اوريك المكان اللي هتنزل منه
الحاجه اللي حرفيا هتبهرك. هتلاقي قدامك اكتر من 20 تطبيق مجاني هيريحوك في كل حاجه في شغلك. هتلاقي منصه دروبيفاي موفره لك برنامج تقدر تحول بيه العملات، سواء بالجنيه للدرهم للريال للدينار، سواء ايا كان العمله اللي انت عايزها. وهتلاقيها كمان مربوطه بجوجل شيتس. عندك كانتري بلوكر عشان تخبي الاي بي ادرس بتاعك، الانتي سبام. هتلاقي فيه هنا حاجات قويه جدا. من اقوى الحاجات اللي فيهم واللي هتفرق معاك هو تطبيق اد كلوكينج، اللي لما تبدا تعمل اعلانات على الموقع بتاعك لما تنشئه على دروبيفاي، وفي مثلا شويه منتجات ممكن يبقوا مخالفين للسياسات بتاعت جوجل او فيسبوك وفي عليهم مشاكل، زي مثلا منتجات العنايه بالبشره والادويه والكريمات، الحاجات دي كلها ساعات بيبقى فيها شويه مشاكل. فالتطبيق ده لما تنزله هيبقى بيحمي لك المنتجات بتاعتك انها ما تتشافش، عشان ما يحصلكش اي مشكله في الاعلانات بتاعتك. غير الجمدان ده كله، لما تنزل تحت شويه هتلاقي منصه دروبيفاي موفره لك انك تقدر تحط على الموقع اللي انت هتنشئه لنفسك فيسبوك بيكسل وتيك توك بيكسل واكس بيكسل. حاجات دي هتحلل لك الموقع بتاعك والعملاء اللي داخلين عشان تفهم احسن منتجات بيقفوا على منتج كام ثانيه، اكتر منتجات عليها مشاهدات. هتفرق معاك كتير جدا عشان تقدر تحسن من كميه مبيعاتك وتبيع كميات اكتر بكتير. تمام، خلينا بقى نطلع لفوق لمنصه سي او دي بارتنر اللي هتفرق معاك كتير جدا وتريحك. انا كنت منزلها، خلينا اشيلها وابدا اضيفها تاني معاكم علشان نشوف هتضاف ازاي. تمام، نضغط على زرار تثبيت التطبيق، فهتلاقي المنصه اتضافت معانا هنا من الجنب. نضغط عليها ونضغط على زرار كتالوج المنتجات علشان نشوف المنتجات اللي هي موفرها لنا. بص كده، كل دي منتجات موجوده في معظم انحاء الوطن العربي وفي كمان في افريقيا، بس احنا مليكم مثلا عايزين نفلترها لدول الخليج. نضغط هنا على زرار دول واختار السعوديه، الامارات، قطر، البحرين، الكويت. وبعد كده نضغط على زرار فلتر علشان يطلع لي المنتجات اللي موجوده في دول الخليج. هتلاقيها صفت معاك بالشكل ده، تبدا تنزل تبص عليهم. نضغط على تحميل المزيد من المنتجات، هتلاقي منتجات كتيره جدا، وليكن نشوف المنتج اللي شكله عجبنا، وليكن مثلا نختار المنتج ده. تمام، ده موجود في 4 دول من دول الخليج. لما تخش عليه هيبدأ يوضح لك المنتج ده بتفاصيله، يقول لك اول حاجه كميه المنافسه اللي موجوده في المنتج، وهتلاقيه برضو بيقول لك تكلفه القطعه الواحده منه بكام، وهو بيقول لك تبيعها بكام. يعني قايل لك كل حاجه بالتفصيل. تكلفه القطعه الواحده من دي $3، وهو بيقول لك بتتباع ب 45، يعني تقريبا متوسط الارباح بتاعتك تقريبا في حدود $42. طيب وليكن يا سيدي المنتج ده عجبني جدا وانا عايز ابدا اعمل له فيديوهات علشان اقدر اقنع الناس اكتر ان هم يشتروه، بس المنتج ده مش في ايدك، المنتج ده في المخازن بتاعت الشركه. فتبدا تعمل ايه؟ تضغط هنا على زرار طلب فيديو مخصص عشان يبداوا يوفروا لك فيديو. بس الفيديو هنا هتلاقيه بفلوس، وممكن المبلغ بتاعه تلاقيه غالي عليك شويه. وهنا يجي دور الهديه اللي انا كنت بقول لك انا موفرها لك. منصه دروبيفاي هتوفر لك 100 فيديو كاملين ل 100 منتج مختلف انت تقدر تختارهم بنفسك، لمجرد بس انك دخلت من اللينك اللي تحت الفيديو. دي الهدايه اللي انا كنت بقول لك انها هتفرق معاك جدا لما تبدا تشتغل على الموقع، لان اي شخص فاهم شويه في التسويق هيعرف ان الفيديوهات هي اللي بتبيع اكتر من الصور كمان. خلينا بقى نرجع تاني علشان نضيف المنتج اللي عجبنا ده على الموقع عندنا. هضغط على زرار اضافه الى قائمه الاستيراد، ومنه هختار مثلا ان انا عايز ابيعه في الكويت، واضغط على زرار اضافه منتج جديد. هتلاقي المنتج بتاعك اتضاف. هتيجي هنا في المنتجات تقول له جميع المنتجات، تلاقي المنتج بتاعنا اتضاف هنا اهو، بس هو غير منشور. فهنخش عليه على زرار تعديل، وهنبدا اول حاجه نضيف صوره للمنتج بتاعنا. نختار صوره كده. تمام، وهتلاقي هنا اصلا محضر لك الوصف بتاعه، جايبه لك على طول، مش هتتعب فيه ولا اي حاجه. نحطه هنا مثلا في البرودكت تاج والوصف القصير بتاعه، واهم حاجه نقول له ايه، خليه مرئي في المتجر بتاعنا. بعد كده نضغط على زرار حفظ، او هتلاقيه بيقول لك حسنا لقد تم حفظ المنتج بتاعك. نرجع هنا بقى ونبص على الشكل بتاعه. نضغط على الصفحه الرئيسيه وننزل تحت شويه، وهنلاقي المنتج بتاعنا اللي احنا اخترناه من سي او دي بارتنر اتضاف على الموقع بتاعنا بكل سهوله. موفرين كل حاجه، موفرين لك المنتج، موفرين عليك فلوسك، موفرين عليك الشحن، موفرين عليك التحصيل، بتاخد فلوسك على الجاهز وانت قاعد في مكانك. موقع باللغه العربيه، مستني اكتر من كده عشان الموضوع يبقى سهل، ما فيهوش اي مشاكل تقنيه. الموقع مجاني 100%، الا لو انت محتاج تزود شويه حاجات بفلوس، ودي هوريها لكم دلوقتي بالتفصيل. وهنضغط هنا على الصفحه الرئيسيه علشان نبدا نشوف الاسعار، ومنها هتلاقي زرار قم بترقيه خطتك، اضغط عليه عشان تبدا تشوف الخطط المدفوعه. الخطط المدفوعه دي مش اجباري انك حتى تاخدها، ده علشان انت تبدا تزود من كميه المنتجات اللي انت ممكن تبقى عارضها. لقيت الموضوع ماشي معاك وبتكسب، ربنا موسع عليك والدنيا مشيت وبقت حلوه وكسبان دنانير ودراهم وما تنساش تدعيلي لما تكسب. هتيجي هنا بقى ننزل تحت شويه،
هتلاقي مثلا هنا في اول خطه فيهم اللي هي حرفيا ب$6 تبدا تزود كميه المنتجات بتاعتك تخليهم 50 منتج، عدد الصفحات هتعلى ل50 صفحه، ممكن توصل ل100 طلب شهريا، حجم المبيعات بتاعتك ممكن توصل ل$5000. ده مجرد بس المبلغ اللي انت بتدفعه، مش هتلاقيه بيقول لك فيه ضرايب كذا او فيه رسوم كذا، المبلغ اللي محدده لك ده بس اللي هيتدفع. فانت مش هتبدا تدفع وتستثمر في المنصه الا لما تلاقي حرفيا نفسك بتكسب من ورا المنصه اللي انت بدات تشتغل عليها. خش على المنصه هنا هتلاقي المنصه بقت بالاسم اللي انت مختاره لنفسك، يعني دي بقت حاجه كاستمايز ومخصصه ليك انت. ولما تضغط على المنتج اللي احنا اخترناه هتلاقي المنتج فتح قدامك بالصور اللي احنا اضفناها له، والعميل لما يخش الموقع عندك يقدر يضيف المنتج للسله كأن المنتج بتاعك عادي جدا، وهتلاقيه اتضاف هنا اهو. منصه دروبيفاي الدعم موجود فيها 24 ساعه في اليوم، يعني موجودين جنبك على طول في اي وقت انت ممكن تحتاجهم فيه. الموضوع ده كله اهم حاجه فيه ان انت بتعمل كل ده وانت قاعد في مكانك، فلو سمحت ما تضيعش الفرصه من تحت ايدك، ابدا وان شاء الله ربنا هيكرمك فيها، وعارف انك هتدعي لي. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما انساش هسيب لك لينك موقع دروبيفاي اللي لما تخش عن طريق اللينك ده هيديك 100 فيديو اعلاني ل100 منتج انت تختارهم بنفسك. هسيب لك اللينك تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ما تنساش لو عندك اسئله ممكن تنزل فيها تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، سيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت، وبرضه سايب لك فيها رقم الواتساب عشان لو عايزني في اي شغل ليه علاقه بالسوشيال ميديا او جرافيك ديزاين او حتى تصوير، خش كلمني على صفحتي على الفيسبوك. يا رب تكونوا استفدتوا الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.